السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، فيديو جديد غنتكلموا فيه على أهم النقاط اللي بانت في المنتخب الوطني المغربي اللي تنقولوا مزيانة ضد المنتخب الأنغولي. يعني لائحة جديدة بأسماء جديدة كيطلع علينا بها وليد الركراكي بعد الكبوة الأخيرة في الكان والخروج المذل للمنتخب الوطني المغربي في دور الثمن. أول مقابلة ودية لوليد من أجل إصلاح الأمور ومن أجل تجريب عدد ما يمكن من اللاعبين. 1-0 اليوم، نتيجة لا تعكس الأداء الجيد للمنتخب الوطني المغربي. يعني كانت هنالك إيجابيات أكثر من سلبيات، غادي نهضروا عليهم بشكل مدقق. غادي نهضر على اللاعبين الجدد بشكل خاص وغنطول فيهم شويه الحديث اكثر من اللاعبين اللي كنعرفوهم. اول حاجه ياسين بونو تنعرفوه، وحارس اللي كيستحق الرسميه، وهو حكيمي. كمدافعين شفنا نايف اكرد حنا كنعرفوا بان لاعب عنده كاريزما دفاعيه رغم تراجع الاداء المستوى ديالو مع ويست هام يونايتد، لكن كيبقى لاعب اللي عنده مميزات، منها انه كيعرف يقرا التحركات ديال المهاجمين. اول حاجه يعني كيتدخل في الوقت المناسب، تعرف يخرج البالون من الحاله الدفاعيه الوسط الميدان، تعرف انه يستعمل الكرات الطويله واستعملها اليوم في اكثر من مناسبه وكان ناجح فيها. يعني نايف اكرد كيبقى يعني اسم معروف في التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي. عبقار اسم اسم غير قديم، يعني جديد. عبقر اللي قدم مستوى اللي هو متوسط، ما نقولوش جيد بزاف. عبقر اللي دار اخطاء وكان تيخطي عليه بزاف نايف اكرد اليوم، خاصه في الشوط الاول. واش كان مدهشر، واش كان اول مقابله، ربما ما عرفتش، ولكن عبقر قدم مقابله اللي متوسطه، ما نقولوش جيده بزاف. دار اخطاء على مستوى الحراسه الفرديه، يعني كذلك ما كيعرفش باقي، ما تعرف كانت عنده اخطاء. ما بين الاخطاء ديالو انه ما تعرفش يقرا التمريرات الطويله اللي كتلعب وراء الظهر ديالو. هذه كانت نقطة سلبية عند عبقر. وكان كذلك عنده داك اللونغاج فيزيك طالع، يعني انه يقدر يتسبب في ركلة جزاء، ويقدر انه يتسبب في ركلة جزاء ويسقط احد اللاعبين الخصوم. عطية الله ظهير ايسر اللي تنعرفوه ملي كان في الوداد البيضاوي. عطية الله انا بالنسبة لي قدم مقابلة ليه مقبولة، لكن عطية الله خصنا نبداو نشوفوه ديما. عطية الله اللي هو ظهير ايسر حقيقي، عكس المزراوي، عكس الشيبي، عكس مجموعه من الاسماء اللي جربناها باش نبريكوليو داك الخط، هذاك الجناح الايسر. علاش؟ لان هذا المركز هذا عندنا فيه مشكل منذ زمان. جربنا مندي، جربنا بركدي، جربنا مسينا، جربنا مجموعه من الاسماء اللي ما قدمش اضافه، وكنا بعض الاحيان اضطرينا اننا نعتمدوا على ظهير ايمن في بلاصه ظهير ايسر، وكنا تنلعبوا به كلاعب ستوبر ما تيطلعش وما تيديرش مسانده هجوميه. يعني بالنسبه لي عطيت الله قدم مقابله اللي هي مقبوله نوعا ما، لكن خصنا نبدا نشوفوه ديما. خصنا نبدا نعتمدوا على ظهير ايسر حقيقي، يعني ومابقاش ندخلوا في ديك السياسه ديال البريكولي الخطه، ما خصناش نبقى نديروها، لانه ظهير ايسر خصو يكون كيساند الهجوم، وخصو تكون عنده ادوار دفاعيه، خصو يكون توازن ما بين الخطوط مزيان. في وسط الميدان امرابط تنعرفوه. النقطه الجديده اناحي لاعب ربط. انا بالنسبه لي هذه القضيه هذه هي قضيه جديده، تقدر تكون سيف ذو حدين. ربما تقدر تفيد المنتخب، تقدر تفسد، يعني تقدر تخرج على المنتخب. اول حاجه هي مزيانه من ناحيه الشق الهجومي، لكن هي صعيبه من ناحيه الشق الدفاع. غنشرح لك. لان لاعب ربط بالنسبه لي انا خصو يكون فيزيكمون طالع، خصو يكون فيزيكمون واجد باش يعاون السيس، لان لاعب الربط خصو يكون عنده واحد القوه بدنيه باش يدخل في الالتحامات، بيسهل على اللاعب ارتكاز انه يقطع الكره. انا اناحي ما كنشوفش فيه هذا الدور هذا، ولكن في الشق الهجومي باش تعتمد عليه في الشق الهجومي غادي ينفعك. علاش؟ لانه لاعب خفيف، لاعب مهاري، لاعب اللي تعرف يخرج البالون، لاعب اللي دريبلور. وبالتالي هذا اللاعب بالتالي اناحي كلاعب ربط يقدر ينفعك في الشق الهجومي، ولكن في الشق الدفاعي غادي يشكل لك مشاكل. مزيان. زياش كيبقى الحلقه المضيئه دائما في المنتخب الوطني المغربي. اللاعب اللي كنسميه انا بالنسبه لي كنوصفوه بحال الساروت، لاعب اللي كيتحكم في الريتم ديال المنتخب، اللاعب صاحب التمريرات البينيه، صاحب التمريرات المفتاحيه، ضابط ايقاع المنتخب الوطني المغربي. يعني زياش مكانته في المنتخب الوطني المغربي لا تناقش، رغم انه ما تيلعبش بزاف مع غالاتا سراي وكان راجع من الاصابه. النقطه المضيئه جدا، مركز صانع العاب. دياز قدم مقابله كبيره بزاف، وبين على انه غادي يفيد المنتخب الوطني المغربي، وبين على انه كاريتي. اهم
النقاط الإيجابية اللي كانت في دياز هو أنه لاعب اللي تيعرف يدير الكوفرتور دو بار، ملي كتشد الكرة يعني تيعرف يحافظ عليها رغم أنه الحراسة الفردية. ثانيا أنه تيعرف عنده واحد السرعة عالية مع البالون، حيت تنعرفوا كاينة السرعة وكاينة السرعة مع البالون، والسرعة مع البالون هي أكثر صعوبة من السرعة العادية. ثاني حاجة عنده الفيزيون، يعني قبل ما ياخذ الكرة عارف شنو غيدير، عارف اللاعبين اللي حداه يقدر يدير بها كونترول اورينتي اللي تيعرف يديرها بها. ها رابع حاجة أنه تيعرف ينفس الدراري، يعني أنه تيطلب الكرة في وسط الميدان من المدافعين وكيسهل خروج الكرة من المناطق الدفاعية. خامس حاجة أنه تيعرف يدريبلي، وفي الوقت اللي تيقرر أنه يدريبلي تينجح. سادس حاجة أنه تيعرف وقتاش خصو يعني صاحب قرار جيد، يعني أنه في الوقت اللي خصو يمرر تيمرر، في الوقت اللي خصو يراوغ تيراوغ. وهذه نقاط إيجابية في هذا اللاعب هذا اللي شفناها اليوم في الماتش كامل، يعني كانت ثابتة. وهذه نقطة مضيئة جدا. دياز كان لاعب جيد في المنتخب الوطني المغربي في هذا الماتش هذا. الياس بن صغير قدم مقابلة جيدة جدا، يعني نسانا شوية في بوفال، يعني بالنسبة لي هذا مشروع لاعب جيد في مركز الجناح الايسر، لاعب اللي دريبلور، لاعب اللي خفيف، لاعب اللي غيعطي اضافه، ولاعب اللي مشروع بالسن ديالو 18 سنه، لاعب اللي قلنا انه يعني تيقصد المدافعين، وهذا من النوع اللي كيعجبني انا في ذاك المركز. لاعب اللي تميز على بوفال، يعني في الشوط الاول في هذا الماتش هذا تميز على بوفال كنظره استباقيه، تميز على بوفال بالنضج الهجومي ديالو، لانه بوفال انا كنعرفوا انه لاعب اللي كيكثر من المراوغه اكثر من القياس، لكن بن صغير تيوازن ما بين هذيك المراوغه، تيوازن ما بين ذاك الدور اللي خصو يدير وما بين التمرير. شفنا بعض الاحيان اللي دار واحد النقطه ايجابيه انه بدا كيمرر تمريرات قصيره في الكاري، وهذه ما عندش بوفال. يعني هاد التمريرات هادي فاش غادي تنفعك، لانه في الوقت اللي غادي نحط التمريره في الكاري، هذوك المدافعين اللي واقفين عليا اول حاجه غادي نبلوكيهم، غادي نستوبيهم، وبالتالي نقدر نتمركز في البلاصه ديال التسديد، يعني نعطي كره وندوز بلاصه التسديد ونصنع بها فرصه حقيقيه. مركز السعود اللي عندنا فيه مشكل كثير، مشكل كبير هذا مركز السعود. جربنا نصير، جربنا الكعبي، اليوم خصنا نعطيو اضافه كبيره، اليوم خصنا نعطيو يعني حق رحيمي باش انه يتواجد في هذا المركز هذا وياخذ المكانه ديالو ونجربوه. علاش؟ لان الكعبي في الشوط الاول عطيناه شحال من تمريره ولم يستغلها. زياش عسقاه شحال من سقيه، وانه كان كيتعطل، يعني في ديك التمريره اللي غادي يقراها بالجي عنده كان كيتعطل فيها، وزقل يعني يضيع واحد الفرص اللي ما خصهاش تضيع. يعني بالنسبه لي انا الكعبي نصيري جربناهم، خصنا نجربوا رحيمي اللي قدم مقابله جيده من بعد الدخول ديالو، قدم مقابله جيده مع الدخول، حاول انه يفرض الشخصيه ديالو، يعني نجح في الدريبل، نجح في التسديد، يعني حاول انه يعطي واحد اضافه للمنتخب الوطني المغربي. على العموم كان اداء جيد للمنتخب الوطني المغربي في هذا الماتش هذا رغم النتيجه الصغيره. كاينين واحد الامور اللي خصنا نصلحوها، ما بين اول حاجه هو مركز السعود يعني راس الحربه، ثاني حاجه اننا خصنا نعتمدوا على ظهير ايسر حقيقي ثابت، مابقاش نعتمدوا على ظهير ايمن في كل مره، يعني عطية الله خصو يبقى يلعب، خصنا نبقى نشوفو ديما، الا ما كانش هو يشوف الخديم، يعني الا ما كانش هو غادي نشوفو الخديم، غنشوفو الدور ديالو. يعني الاداء ديال المنتخب كان مزيان، اعتمدنا على يعني دفاع منطقه، حاولنا اننا نرجعوا الخط المناطق الدفاعيه ديالنا بنظام ديال 4-4-2، اعتمدنا على لا بوليفالونس وغيرنا من مراكز اللاعبين في اكثر مناسبه يعني في وسط الماتش، وهذه كانت من الامور الايجابيه اللي كتحرك اللاعبين واللي كتسرع الريتم ديال المقابله وكتسرع عمليه تدوير الكره في الملعب، خاصه في الشق الهجومي. وحنا كنعرفوا بان المنتخب ديال اونغولي كيلعب بواحد البلوك با، يعني هذه امور كانت جيده جدا في المنتخب الوطني المغربي. هذه كان واحد الفيديو خفيف ظريف 9 ديال الدقائق، ما بغيتش نكثر بزاف باش تفرجوا فيه على خاطركم وتفرجوا فيه كامل. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وديروا جيم، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.